بسم الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وكامل الصحة. احنا النهارده ايه؟ النهارده الجمعة. ربنا يجعلها جمعة سعيدة عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب. رايحين نعمل ايه دلوقتي؟ رايحين نعمل ايه؟ هننضف السطح لأن الجو شتاء يعني امبارح. ولو شتا بقى على البتاع اللي على السطح يعني اللي مطرح الحيوان ده، فبيبقى ما حدش يليق يشتغله. فاحنا ايه هنروح هنعمل صيانه الوقت ايه على السطح. فاحنا بقى ايه دلوقتي، ربنا يشفي مصطفى ويشفي كل من كان يا رب. احنا بقى ايه بقالنا شويه كتير ما نضفناش السطح يعني وكده، عشان ايه كان مصطفى تعبان وكده. فايه هنطلع الوقت ايه نخش ننضفه الوقت. هنا بقى هنلبس ايه يعني الشبشب بقى لا مؤاخذة ده هنقلعه هنا، وهنا بقى مداس ايه للسطح لان الجو يشتي. لازم ننظف ايه السطح قبل الشتاء. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، ويعود عليكم الايام بخير، وربنا يديكم الصحة جميعا ويرزقكم ويرزقنا ويرزق كل من كان، ويجعلها يعني جمعة سعيدة عليكم وعلينا يا رب. احنا دلوقتي بقى نمسك السطح ده. انا معايا هنا بقى مرات محمد، بس مرات محمد هنا بقى ما بتظهرش، فهي هتصورني وهتساعدني برضو في ايه هت هنلم شويه ونعبهم سوا وبعد كده ايه هي ويايا يعني هنا، يعني ايه هتطلع هي معايا هنا بتصورني اهي. فبرضو ايه هنمسك السطح نوضبه كده ونمسك الحاجات اللي هي ملهاش لازمه هنا برضو هنعملها، وننضف الدنيا دي كلها ايه الوقت. يعني احنا النهارده هنا ايه الصيانه هنا بقى ايه على السطح هنا. فاحنا بقى ايه هنلم الليل كله بقى ده كده، هو من تحت انا ببقى برضه اكنسه اول باول على طول، يعني ما بسيبش يعني ايه هو نضيفه اول. بس برضه النظافه حلوه، لازم نكنس ايه ده انا في السطح برضه على طول. بالراحه عشان احنا ناقصين. كده بقى يا حبايبي اهي هنلم ده بقى كله هنا كده دلوقتي، وما نتحرمش منكم ابدا يا رب، ولا من السؤال بتاعكم ولا من التعليقات بتاعتكم الحلوه علينا. ربنا يصلح حالكم يا رب، ويفرحكم بولادكم ويسعدكم ويسعدنا ويسعد كل من كان يا رب. انا هنكتب بالراحه كده بقى عشان ايه الهدوم منشوره. متصبحه على الناس دي يا بنتي يا هبه. مصبعت. اه قول لهم ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ اصل بيقولوا مرات محمد مش في الدار. غضبان. ها؟ غضبانة بقالي 3 شهور. انت غضبانه؟ بذمتك انت بتغضبي يا شيخه؟ لا سلام. ها؟ لا. طب ما تقول لهم ازيكم يا حبايبنا ولا صباح الخير، ولا انت عاوزه تقولي ايه؟ كده بقى احنا كونا بقى الكنسه اهيت. فنعباها برضو ايه وما ما نخليهاش على السطح، لان ما تقوم منزلاها على طول حدفاها، لان لو سبتها برضو الحيوان ايه هيقوم مطلعها تاني، يبقى احنا ما عملناش حاجه. احنا اول باول كده هنحدفها برضو، هنحدف الشكاير الوقت برضو من على السطح. ولازما بقى ايه طول الشتاء دي لازما يبقى دم على طول في السطح يبقى نضيف، عشان الميه بقى بتنزل اللي هو لا البتاع ده اللزقه دهيت بتقوم بقى بايشه السطح اكنه ما يبقاش بيبقى عليه حيوان ولا اي حاجه. النظافه حلوه برضه.
لكن الصبح ما بسيبوش كده اصلا يعني. ببقى لمها شكاره، بلمها حبه صغيرين، ما بيبقاش كتير كده. كده بقى يا حبايبي، والله انا اول مره مبقاش احكي السطح يعني كده. اول مره الم كان سريع من عليه كده كتير كده. فبرضه يعني ما يكون في حد عنده ظروف او حاجه بيبقى ايه يعني، بيبقى يعني ربنا ما يشفي كل مريض من مرض يا رب، ويشفيكم ويشفي كل مريض، ويرزقكم برزق عيالكم. واللي عنده يعني بنت راح تتجوز ربنا يعينه، لان المطابخ برضه بتبقى غاليه. ربنا يبعت لها رزقها ورزق العريس ورزق كل الناس كلها، يا رب يرزقهم برزق ولادهم يا رب. وما نتحرمش منكم ابدا، ولا من سؤالكم علينا، ولا من التعليقات بتاعتكم الحلوه. ربنا يصلح حالكم يا رب. دي احنا بنودي الكنسه دي فين؟ ما بتترماش. دي بقى احنا بنسرحها، دي بقى ايه بنحطها في الارض اللي هو سباخ يتحط بقى، بنلمه بقى لما نيجي بقى مثلا كل ما الارض تخلى بننزل الحاجات دي بقى فيه. يعني ما فيش حاجه بتترمى يعني، كل حاجه لها لازمه. نسبخ بقى ايه زي بتاع المواشي بالظبط، وبننزله الارض وكده يعني. نضفنا المكان هنا اهوت، وهنا برضو هنا ايه مكان برضو هنا بقى الحته دي برضو نضفناها هنا برضو اهو. ودي بقى هننقل فيها ايه الفراخ اللي هي اللي كبروا بقى الحمرا اللي هم الساسو دول، هننقلهم هنا. فاحنا ايه عاملينها برضو كده بقى. احنا نضفنا المكان دي برضو، هنجيب فيهم الفراخ اللي هي ايه كانت مع الفراخ البيضاء، هنوريها لكم دلوقتي. هننقلهم هنا، لازما ايه ما ينفعوش يسابوا مع الحيوان ايه الكبير ده. وهنا برضو دي الحته اللي احنا عاملينها برضو للبط ايه يرقد فيها وكده يعني. هنا برضو ايه هنخش عند الفراخ اهوت. هننقلهم برضو ايه هنا برضو احنا قلنا هننقلهم غالي كده. دي الفراخ بقى اللي كانت جايبينها مع الفراخ البيضاء اهي، بسم الله ما شاء الله اهم. وهنمسك برضو نحط ايه ننضفهم برضو ايه تحتهم اهو. يلا كده بقى كده، ما تمسكيش من الجناحه بتاعته. الفراخ اهو يا حبايب قلبي. دي بقى ايه البتاع الفراخ المهجنه بتاعتنا دي اللي احنا كنا جايبينها مع الفراخ البيضاء. دول بقى يا حبايبي ايه دي الفراخ البيضاء اللي هم كانوا ايه قليلين شويه، واحنا ما رضيناش نذبحهم مع ايه مع الحاجات اللي كانوا اصغر حاجه.
حاجه، فبرضه لما تكون في فراخ كده ولا حاجه نسيبها برضه لما تبقى شكرا يا بنتي اهي. يا ريت بالراحه يا بنتي اهي عشان استنى ما بتاعي يخلص. حبايبي بقلب دي علف اهوت، فاحنا برضو داشين ذره ابيض وياه اهو، فبنقلب من ده على ده برضو ايه ونعلف منه بقى، يعني طالما اللي هما كبروا بس ما يتقطعش عنهم العلف، يعني لان لو اتقطع عنهم العلف ما نقطعش يعني حبه بحبه كده لغايه ما ايه هما لسه يعني حبه برضو ياكلوا لهم شهر كمان ولا حاجه، برضو خلطه زي دي كده ذره على بتاع علف، وبعد كده ايه يعني هي دي منهم من نفس النوعيه اهي، كلت بقى خلاص، هي كانت خست شويه ورجعت تاني ايه ما شاء الله، يعني هم ايه عشان يفضلوا حلوين يعني. هنا برضه اهوت اهو، دي ذره ابيض ذره اصفر اي حاجه اي ذره يعني، فانا بنحط من ده على ده اهو. تسيبها تاكل يا بنت، تسيبها تاكل. خش تعالي كده خدي يعني مش معنى احنا لازم نحرمك من العلف يعني. تعالي اتفضلي يا حبيبتي كيلي تعالي. هما هيلموا اللي هيقعدوا برضه. تعالي لموا، مفيش حاجه يعني هيتوقع على الارض برضه، هي ايه هياكلوا الحيوان، هياكلوا مش حاجه تترمي. اهو نروح بقى نكنس الأوضة بقى ايه مطرحهم تاني عشان كله يبقى نضيف. افطرهم بقى يا حبايبي هنا دول كده بقى، هما لسه الحيوان مع بتاع الفراخ ديت ما تلفتش قبل كده هما، فاحنا هنقعد برضه هنا عشان ايه هما كده بقى ايه بنفطرهم لسه. دي الغدا بقى والفطار، العصر بقى احط لهم بقى علبه كمان اللي هي ايه وجبه العشاء. كده بقى المكان ايه هنا برضه يعني في الهوا برضه عن الاوضه برضه اهوت وايه، وهنجيب برضه عشان نجيب تاني بقى ايه في الحته اللي احنا معرشينها. يلا بقى يا حبايبي احنا مسكنا الاوضه برضه ديت كنسناها اهوت، وبرضه ايه نهب برضه لو فيه من ريحه العلف دي برضه هنا بتبقى تعمل اهو نسيب الحته برضه نطهرها نعملها خالص، وهنقوم جايبينهم ايه شكاره جير بقى ايه نطهر الجديره ديت عشان ايه لما يجي فيها فراخ تانية يبقى بتبقى نضيفه وما فيهاش حاجه ومتطهره وتبقى كويسه. فيا حبايبي برضه هي الفراخ يعني الفراخ بتصرف وكل حاجه، بس بتلتقاها في البيت تحت ايدك اي حاجه يعني تبقى موجوده. عاوزه ما تذبحيها تذبحي، احنا يعني احنا سايبين الفراخ البيضه دي برضه هي لو انا مش عاوزه اذبحها هتفضل برضه هي، بس هي في ناس بيقول لك لا عشان توفر العلف بيقوموا ذابحينها، يعني دول هم معادوا ل 40 يوم بزياده كتير، يعني بقى لهم اكتر من 40 يوم وزياده كمان. فكل ما بيكبروا بنشافهم بيبقوا حلوين بجد يعني ما شاء الله. انا كنت ذابحه منهم واحده كانت حلوه بقى والله امبارح. وربنا يرزقكم ويرزق الناس كلها يا رب ويوسع عليكم وعلينا وعلى الناس كلها يا رب، ما تضايقاش على حد ابدا. اهي هنمسك بقى نعبي دولت اهي، ما فيش تحتهم عكه ولا حاجه اهو، الارضيه ناشفه زي ما هي يعني ما فيهاش حاجه الا الحته دي بس اللي مطرح السقايه او مطرح الحنفيه اللي موقعه شويه ميه. اهو مسكنا عملناها اهوت، هنعبي برضه اهوت والارضيه ناشفه اهي مفيش حاجه، وبرضه ايه كل ما تبقى يعني بلاقينا الباب اكنس تحتهم على طول، طول ما الفرخ تحته ناشف عمره بيبقى حلو ما شاء الله، وبيبقى يوم وبيومين. اهم حاجه اللي هو ايه الفرخ ما بيسقعش من تحت يبقى نايم على حاجه نضيفه يعني ده كله بتاع تبنى اهو وناشف اهو. هتشكرها انا عندك. اهم حاجه بقى تبقى ايه النظافه حلوه يعني على طول.
لوحدهم. نحطيهم لوحدهم. دولت في الدردل. كده بقى يا حبايبي خلصنا بقى المأمورية دي هنا، وعرفنا الحيوان بتاعنا هنا. هننزل بقى نكنس ايه المدخل اللي تحت، عشان دي يوم الصيانة بتاعنا النهارده. يلا بينا. فتحتي كده بقى يا حبيبي. هنبدأ ايه لو هنا بقى العين الكبوت بقى هنا كده هنشتغل برضه بالبتاع دي. ده بقى شغل زمان، كانت الناس على طول بتجيب ايه، بنجيب البتاعة ديت عشان ما فيش حد هيطول السقف. فاحنا برضه ايه دي جريدة. دي جريدة بقى هنعملها كده، لأن دي من العصر برضه بيلم، لازم يلم عين كبوت بقى من العصر دي. هنا كده دي جراج بتاع الجرار هنا اهو. نعمل ده برضه اهو. النظافة حلوة، لازم ايه ست البيت تنظف كله. ست البيت الشاطرة الجدعة ما تسيبش حاجة، لازم تعمل في ايدها في اي حاجة، يعني عشان هي جراج هنا بقى نمسك الاول دي كده برضه نعمله بالجريد اهو اهو. كله اهو. طبعا مفيش طاوله، نفر يبقى طويل اوي كده. لازم الجريده هي اللي تجيب دي. النظافه حلوه اهي. احنا خلصنا هنا برضه، وهنخش هنا برضه على المواد دي بقى كده. الروتين بتاعنا يوميا والله، بعمل الروتين ده كل يوم. يعني ايه انا يعني الحمد لله في نشاط، ربنا يدينا الصحه جميعا يا رب. والله يوميا انا بعمل الروتين ده بالبنك الله. كده بقى الروتين بتاعنا كده يا جماعه حبايبي كل يوم. نكنس في الحته دي كده وندخلها برضه على كده برضه على الزجاج اهو. وده بقى العلب بتاع البيان بتاعنا اللي على العربيه دي. وده بقى الدرس بتاعنا بتاع المواشي. كده بقى يا حبايبي خلصنا نظافه هنا. فايه يعني ايه الروتين بتاعنا النهارده كله فوق من تحت الصيانه كله والله. كله صيانه كده النهارده. وانا بست في جوه. وحبيبه بقى عليها ست في انا خلصت رسالة صلاة بس. صباح الخير يا حبيبتي، قولي صباح الخير. لا انا زعلانة منكم. زعلانه ليه؟ كده اهو. كده اهو. كده بقى يا حبايبي ايه الفيديو بتاعنا خلص. وما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك عشان نقدم كل جديد، وحطوا لايكات يا حبايبي. باي 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 باي.